السلام عليكم، على السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا ملاح ومهنيين. خديت 3 كيسان تاع السكر يكونوا ناقصين صباح. ضفت هنا كاس ونص تاع الماء وكاس ونص تاع ما زهر. نخلط كامل هاد المكونات، نحطهم فوق النار يذوب بك هذاك السكر ونحيه، ولا خلوه يذوب وحده. بصح هذاك السكر مش حيذوب لكم كامل، على هذيك انا نحطه فوق النار هاديه ونخليه يذوب. هنا مش حنضيف قشور قارص، حنخليه عادي. ضفت هنايا كيلو و50 غرام تاع سمن و150 غرام تاع زيت و150 غرام تاع زبده، حطيتهم يتخلطوا مع بعض. وحنضيف هنا 3 كيلو تاع فارينه. هنا حطيت مغرفه ونص تاع لافاني. لافاني تاعي قاصحه، نتوما الا كانت لافاني نورمال ديروا 3 مغارف كبار، كل كيلو مغرفه كبيره. ضفت هنا الملح، راني نضيف هنا في الفارينه. البيتخا ماشي ديري 3 كيلو تاع الفارينه، على هذيك حنعاونو بالجفنه. هذه هي طريقه تاع اليد اللي حنخدمها معاكم. بديت نحط هذاك الخليط تاع السمن وشويه فارينه، نبدا نبسس هكا بيديا. اللي ما عندهاش بيتخا، هذه الطريقه اللي تستعمليها. دخلي مليح هذاك السمن في الفارينه. هنا هايلك بعد ما كملت كامل تبسس، نروح نلموه بهذاك السيرو اللي كنا طيبناه مع بعض. هنا السيرو ماشي غلالي ولا فابك البنات، تبقي السكر بك ونحاه. هنا بكري الام تاعي كانت ديرو هكذا، كانت تخلط السكر هذاك في الماء وتخليه نهار كامل. العشيه تبدا تخلط هذاك الخليط، صح داك السكر ما يذوبش، تبقى ترفد فيه هكاك بيدها. على هذيك نفضل نذوبو، ندي كلش، ندي هذاك السكر، ندي هذاك السيرو. هنايا هالك كنت نلم بالسيرو بشويه حتى تلمت لي هذيك لاباط. بالنسبه لخصتكم السيرو ضيفوا شويه مزهر، انا جاتني سواسوه. نتوما لا جاتكم شقه ما حبش تخدم لكم الحبه، زيدوا لها المزهر. ديما الوصفات التقليديه عطولو حقه في المزهر، عطولهم حقهم في المزهر. اذا خصكم مزهر ضيفوله. هنا خديت الغرس كنت فورته وضفت له مغرفه كبيره تاع زبده وشويه مزهر، كان خصني شويه مزهر ضفتهوله. هنا تقدروا ديروا قرفه وقرنفل، تقدروا ديروا جرجير، واش حبيتوا. انا عطيت لكم وصفه الاصليه ما فيها والو. بالنسبه للقرفه وقرنفل، تاخدي مغرفه كبيره تاع قرنفل وتضيفي لها 2 مغارف كبار تاع قرفه، تخلطوهم في بواطه. ضيفي مغرفه صغيره في هذاك الغرس، هذا ما كان. هنا اللاباط كنت وزنتها 45 غرام، 45 غرام، والحج وزنته 10 غرامات. سما الغرس وزنته 10 والعجينه وزنتها 45 غرام. نفتحها بهذه الطريقه. بصراحه انا موفر نفتحها على ضربه ونبدا نخدم. سما نفتح كامل في هذيك الطابله وندير ساشي من الفوق ونفتح. هنا لازم تصيروا لاباط تاعكم. هنا استعملت كوبات باش ما نستعملش الفارينه، حاولوا ما ديروش فارينه في لاباط. نفتح هذاك الغرس من الطرف للطرف. من داريا نشارك معكم هاد الطريقه. نبدا نفتحها 15 سنتيم تقريبا ونغلقها بهذه الطريقه. نديرو على شكل كعكات، غلقوها مليح سنو تفتح لكم كي طيب البنات. نسيي نسقم كامل هذيك الحبه. نعاود معاكم الحبه الثانيه، نغلقها مليح باش ما تفتح ليش كي طيب، ونسقمها بهذه الطريقه. نشوفوا كيفاش طابت لي هاد الكعك النقاش. هنا هذا وزن تاعو 35 غرام، ميني نقاش. بديت ننقش معاكم. هنا النقاش ما بانلكمش مليح، بصح موالفه نشارك معاكم كيفاش ننقش. تقدروا تعاودوا تولوا الفيديو ولا حبيتوا بالكيلو، اللي حطيت لكم بالكيلو تاع فيديو تاع كعك النقاش. الفور تاعي نشعلو 160 درجه، انا نطيبهم مباشره مش نخليهم يريحوا.
غير نكمل نحق السنيوة الثانية ندخل نطيب السنيوة الاولى. هنا بالنقاش درت شويه كبير ماشي هذاك الموفى نشارك معكم رقيق باش نكمل بالخف. نزيد نسقمها هكا زينتها بحبة تاع قرنفل. هاي كيفاش حصلنا عليها. نبدا نطيبها. هنا هذه اللي نوريها لكم وزنتها 45 وهذه سنيوه صغيره وزنتها 35 غرام. 35 غرام تقريبا قريب كيف جات صغيره شويه. نقسم لكم حابه تشوفوه كيفاش جات. هاي لك والغرس هذاك ما جاش يابس جاي طري. هذه هي وصفتنا تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. يعطيكم الصحه اللي تبعتوني. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه واحده اخرى. بسلامه. السلام عليكم.